طلع علينا الكابتن مجدي عبد الغني في البرنامج بتاعه ده اللي انا ما بتفرجش عليه غير 5 6. طلع بقى قال ايه؟ النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي حاطط ابراهيم عيسى وهناء في اجتماع للجنه مع الجمعيه العموميه عشان يشطبوا. طالع زعلان قوي، يعني ايه تشطبوهم وازاي؟ ومش اي حد يغلط في مجلس الاداره يتشطب، ومش ما ينفعش وما يحصلش. انت بتتكلم بحق حقيقي؟ يعني انت كابتن مجدي شايف ان حوار الشطب ده ما يصحش؟ طيب ليه ما اتكلمتش عن نادي الزمالك واللي بيشتم عضويات اللعيبه القدامى بتاعته؟ وليه ما اتكلمتش على الناس اللي كانت معاه في الاداره ونجحت معاه في الانتخابات اللي قبل دي وما ما دخلوش النادي لغايه دلوقتي؟ غير بقى لعيبه كتير اتمنعت من دخول النادي او لا، اعضاء ذات نفسهم اتمنعوا من دخول النادي. سايب ده كله وقافش في الاتنين اللي غلطوا في النادي الاهلي. ان كان ديت قالت علينا ان احنا زورنا التوقيع والتاني بيغلط هو واخوه. ازاي يعني يا كابتن مجدي؟ يعني انت لما تبقى تتكلم في حق هتلاقي الناس بتسقف لك، انما انت بتتكلم على باطل فمش هتلاقي حد يبص لك.